النهارده اليوم العاشر من ازاي تبقى بروديوسر في 90 يوم. يعني لو صوتك مش واضح في الميكس فانت غالبا مش عارف تستخدم الاي كيو. تعالى اوريك بنفسي. اول حاجه ايه هو الاي كيو؟ النهارده اليوم العاشر يعني ابتدينا نخش في الجد. الاي كيو هو اداه بتتحكم في الفريكوانسي بتاع الصوت عشان تنظف الميكس وتخلي كل حاجه واضحه. تاني حاجه ازاي الفريكوانسيز بتشتغل. اول حاجه اللو فريكوانسيز او البيز، وهنا الاصوات التقيله زي 808 والكده. تاني حاجة الميد فريكوانسيز، هنا الفوكال ومعظم الميلودي غالبا، وده البودي بتاع التراك. تالت حاجة الهاي فريكوانسيز، هنا الأصوات الحادة زي الهاي هات والساوند افكتس. ازاي بتستخدم الاي كيو؟ أول حاجة كات ذا مودي فريكوانسيز، لو الميكس مخنوق شيل الترددات اللي تحت 200 هرتز عشان تدي مساحة للفوكال. لو الصوت فيه ترددات مزعجة نقص شوية فوق 2 كيلو هرتز، ما تزودش الترددات بطريقة مبالغ فيها عشان ما تبوظش الصوت. احنا لسه في اليوم العاشر ولسه قدامنا كتير. في حاجة اسمها دايناميك اي كيو ولينير فيز اي كيو، هنتكلم عنها قدام لما نخش في الميكسنج البروفيشنال. جرب تي كيو الساوند اللي عندك وريني قبل وبعد وهقول لك كده الصح ولا غلط، واعمل لي منشن وهسمعك. في النهاية ما تنساش قسم وسمعني.